إشارة صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن البطل الثلاثي التاريخي مانشستر سيتي وضع خطة للتعاقد مع النجم المنتخب المغربي لتعزيز صفوفه الموسم المقبل. وإشارة الصحيفة الإسبانية إلى أن المدرب الإسباني بيب غارديولا أخبر إدارة أنه يرغب بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي. وافقت ماركا يريد غارديولا تعزيز الجهة اليمين بالظهير المغربي المتألق وبطل أوروبا مستعد للدفع مبلغ مرتفع لتوقيع معه من باريس سان جيرمان الفرنسي. للمرة الأولى منذ 60 عام لن يلعب نادي برشلونة الأسباني مبارياته على استاد الكامب نو الشهير طيل الموسم المقبل 2023-2024، بعد أن وافق مجلس إدارة برشلونة في مارس على خطط تجديد ملعبهم الشهير. وافق للخطة التي قدمها الرئيس النادي في إبريل 2022، وتشير التقرير إلى أن النادي الكتالوني سيحصل على تمويل ما يصل إلى 1.5 مليار يورو من شركتين استثمارية أمريكيتين. برشلونة بلغ كل من مجلس المدينة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار إخلاء الكامب نو الموسم المقبل.